شايفين النادي الأهلي في المركز الكام؟ ترتيب الدوري المصري بعد نهاية جزء من مباريات الجولة الخامسة. الزمالك يتربع على صدارة الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، وله مباراة غدا إن شاء الله مع نادي وادي دجلة. المصري البورسعيدي في المركز الثاني ب8 نقاط، يلي بيراميدز الذي حقق الفوز على النادي الأهلي اليوم في المركز الثالث بنفس الرصيد 8 نقاط، وإن بنفس الرصيد 8 نقاط هو وبتروجيت. غزل المحلة الذي حقق أول فوز ليه على نادي الإسماعيلي اليوم في المركز السادس ب7 نقاط بالتساوي مع مودرن سبورت 7 نقاط. يليس برضو سيراميكا كليوباترا بنفس الرصيد، ثم يأتي نادي زد اف سي ونادي سموحة ونادي الجونة في المركز التاسع والعاشر والحادي عشر برصيد 6 نقاط. ثم تأتي المفاجأة الكبرى، النادي الأهلي بطل الدوري المصري وزعيم أفريقيا في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط. في مفاجأة كبيرة، الأهلي معاه سكواد جبار يا جماعة، وهو حاليا في المركز الثاني عشر. هل هذا عيب مدير فني أم عيب توليفة لعيبة، أو هل تجميعة اللعيبة الممتازة تجعل من الفريق فريق هش، ولا ماذا يكون السبب؟